اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير على عيونكم جميعا، صباح الرضا، صباح التفاؤل، صباح المحبة، صباح راحة البال، صباح الحمد والشكر من ربنا يسعد أيامنا وأيامكم جميعا يا رب العالمين. النهاردة إن شاء الله جايلكم بفيديو خفيف كده، أتمنى يا رب أكون ضيفة خفيفة على قلبكم. سامحوني بقى على صوتي مخنفة خالص من دور البرد. مش عارفة اخده دور برد من وقت ما كنت محجوزة مع بنتي في المستشفى. اما روحت البيت بقى خلاص كنت فيصت، جبت اخري بقى، ما خلاص يعني الحمد لله انا روحت من هنا وتعبت بقى من هنا، كأن التعب بقى اللي كان عندي ابتدى يطلع عليا. الحمد لله والشكر لله على كل حال. احمدوا دايما ربنا، اكثروا من الحمد، استغفروا كتير، صلوا على سيدنا محمد كتير، ربنا بيرفع البلاء. الاستغفار بيخلي حياتك كلها رزق وراحة بال وطاعة وأي حاجة كده في يومك صعبة ربنا بيعديها، ما بتبقيش عارفة ايه السبب، ولكن الحاجات اللي انت ممكن متساهلة بيها وشايفاها بسيطة دي ممكن هي دي اللي ربنا بيرفع بيها عنك أو بيشيل عنك بيها بلاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا هنا كنت لسه صاحية بقى، فقلت ايه، عملت فنجان قهوة كده استبحت بيه. بعد كده بقى ايه، حسيت بقى الشقة مش طايقاها صراحة، يعني حسيت بقى السجاد مش نضيف والبيت بقى قلت لأ قومي بقى، مع ان الجو ساقع جدا. لميت بقى الستاير والغسيل وكده حطيته في الغسالة، وقلت بقى ايه، اقعد اغسل السجاد. فضلتنا يوم كده ايه لما السجاد بقى وابتديت اغسل فيه، يعني خلصته الحمد لله كله في يوم، لان انا اساسا يعني ايه معظم شقتي مشايات. مفيش بس الا سجادة كبيرة هي اللي بتطلع عيني، لان بصوا المساحة، بصوا المكان. يلا كل بقى اللي شاف وصل معايا لحد هنا ادعولي دعوة حلوة كده ان ربنا يوسع عليا يا رب ويوسع عليكم جميعا، وكل اللي في نفسه حاجة معرفش يحققها ربنا يجعل السنة دي سنة خير وسعد وهنا وراحة بال وتحقيق للأمنيات، اللهم آمين يا رب العالمين، لينا وليكم جميعا. نعم. البت داخلة بدماغها في الكاميرا. اطلعي يا بت بشعرك ده. بتتفرج عليا وانا بغسل السجاد، بس انا بقى كنت قاعدة امرش بقى على قد ما تقدري امرش، طلعي غلك كله في السجاد ده. هنا انا كان عندي طاقة كده فابتديت ايه اطلعها في السجاد ده. هو كمان مش بيبان عليه قوي النظافة غير اما يعني بينشف بقى ويتنشر في الشمس وكده بيبتدي بقى ينور، لكن طول ما هو مبلول كده بالمية مش بيبان قوي، ولكن انا برضو ايه يعني ببقى عارفة هو نضف ولا لا. والشراشيب دي برضو كانت مصفرة جدا، انا طول ما البيت عندي حاساه متبهدل او الشقة حاساها مش متظبطة تفضل نفسيتي تعبانة، مرتاحش، بيصيبني اكتئاب ليه مش عارفة. مش عارفة بقى انتوا زي كده ولا لا. احس اني خلاص بقى ماليش مزاج اقوم من مكاني، ماليش مزاج اعمل حاجة، قاعدة متعكننة مش مبسوطة. لا يلا قومي كده بقى تشجعي، سوي دنيتك كده هوت، افرحي على قد امكانياتك، عيشي وانبسطي على قد امكانياتك، احمدوا ربنا في كل وقت، احمدوا ربنا كتير كتير كتير. مهما كان وضعك ايه، والكلمة دي بفضل اقولها لكم دايما، مهما كان وضعك ايه انت احسن من ناس كتير، مهما كنت انت شايفة نفسك انك وضعك قليل او حياتك قليلة، والله 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 احسن من ناس كتير جدا جدا جدا. يعني انا لما رحت المستشفى واتحجزت ببنتي وعملت العملية، مش عارفة حسيت ان دي ممكن تكون رسالة من ربنا. فاهمين احنا بشر، انا مش هقولكم مثلا لا ان انا لا، ساعات ممكن الواحد بيجي عليه نفسه بتضيق عليه، الشيطان بيبدأ يتغلب عليه، طب انا فاهمين قصدي، لازم احنا يعني احنا مش ملايكة. انا قلت ان دي رسالة اعتبرتها رسالة من ربنا،
شُفت وجع الناس وشُفت ألم الناس وشُفت حياة الناس عاملة إزاي، واللي بيقول بقى له بالشهرين وال3 شهور. إحنا في نعمة يا جماعة كبيرة والله. يعني إحنا لو نفضل نحمد في ربنا ليل ونهار مش هنوفي ربنا حقه، يعني مش هنوفي نقطة واحدة من كرم ونعم ربنا علينا. هنا بقى كنت غسلت خلاص السجاد وطلع عيني وجعت. كنت هنا حطيت الفرخة اتسلقت على النار وانا كنت بغسل. ابتديت بقى ايه اعمل صينية بطاطس، قلت دي اسهل حاجة، هحط كله على كله وتتحط بقى في الفرن. هنا قطعت البطاطس على قد ما احنا عارفين، يعني انا بناكله قد ايه وكده. وهنا ابتديت اقطع البصل. انا بحب اقطعه حلقات شرايح، ولكن ولادي لما بيلاقوه حلقات كده في الاكل مش بيحبوه، لكن كده بيدوب مش بيبان. فاهمين قصدي؟ يعني حاولت اقطعه شوية صغير كده مش كبير قوي عشان ما يبانش معاهم في الاكل. اه. عفوا. دور البرد مطلع عيني، ورحت اغسل سجاد في وقت مش عارفة، مجنونة مجنونة بجد يعني. يعني انا كده انا اما اتعب والله انا اما اتعب احب اعمل الحاجات، ما تقعدي يا ستي ريحي نفسك، لا. يحلالي بقى، عارفين المثل ده؟ يحلالي بقى اعمل كل حاجة وانا تعبان. إيه بس هنا بقى قطعنا بصل وطماطم، وهقطع فصوص توم كده. هقطعها، محدش يحطها مطحونة، جربتها مرة مطحونة كانت قرفت منها. حد قال لي لا حطي التوم مهروس وكده. عملتها صراحة كانت لا 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 يعني. بس هنا بقى كنت متسربعة خالص، وكنت بقطع عايزة اعمل اكل بسرعة وخلاص، فاهمين قصدي؟ وطلعت جميلة والله. والله طلعت جميلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى ابتديت حطيت مرقاية وحطيت ملح واحط فلفل اسمر. بس انا بقى ايه سلقت الفراخ، فمش هحط الفراخ من البداية، لان انا لو حطيت الفرخة من البداية هتتهري بزيادة. يعني انا بحب اسلقها الاول عشان عشان اخد منها شوربة وكده. انا بسقي بيها البطاطس وبرضه يعني لو عايزة اعمل شوربة لسان عصفور او كده الاقي شوربة اعمل بيها، فاهمين قصدي؟ لكن انا ممكن احط الفراخ نية، يعني ممكن احط الفراخ نية في قلب صينية البطاطس وبتستوي وبتطلع تحفة، ولكن انا عاوزة شوربة عشان نعمل منها لسان عصفور، فاهمين قصدي ايه؟ بس حطيت برضو معلقتين صلصة كده، كانوا اخر حاجة عندي في البرطمان، رحت مزودهم شوية مية. شفتوا الحركة اللي انا عملتها دي؟ بس هنا بقى بقطع كام فص توم كده، بيدي تيست عالي قوي لصينية البطاطس، بتفرق خالص في طعمها، وفي نفس الوقت بتدخلي بقى انت قيمة غذائية كتير للأكل. بس اهو كده، بس بقى صينية البطاطس، وابتدي بقى احطها شوية على نار البوتاجاز تغلي كام غلوة كده مع بال ما الفرن تسخن. وبعد كده بقى احطها في الفرن تكمل سواها. لازم تستوي في الفرن مش شواية بس، بيطلع طعمها مختلف خالص. يعني انا الاول كنت بحطها تحت الشواية بس، لا حسيت بقى ان في فرق اما احطها تستوي في الارضية وبعد كده يتولع عليها الشواية. الفرق صراحة بيبقى جامد. فرق الحاجة اللي متسوية في الفرن بيبقى فارق خالص. هنا بقى بالليل بعد ما كنا خلاص اتعشينا بقى، مش عارفة فين، المفروض كان في مقطع بعد ما البطاطس خلصت وعملت الرز وكده، ما علينا. هنا بقى بالليل خالص كان عندي بطاطا، قلت خلاص بقى نعمل ايه، بطاطا ندفي الشقة. انا مقعداهم على البلاط. مقعداهم على البلاط وسقعانين، قلت اعمل بقى ايه، البطاطا تدفي الشقة، فاهمني؟ هنا بقى كنت بعملها بالبشاميل. هنا حطيت معلقتين سمنة، وحطيت، انتوا شفتوا حطيت كام معلقة دقيق مش فاكرة والله، 3 تقريبا او 2 مش عارفة، هو مش كتير. بس هنا هحط كوبايتين لبن. تمام اهو.
ممكن عادي حطي كوباية لبن وكوباية مية، مش هتقول لأ يعني، عادي خالص. هنا بقى بحط سكر، حطيت هنا 3 معالق سكر، حطيت 3 معالق سكر. لو حسيتي البشاميل معاكي تقيل، احنا عاوزينه كريمي مش عاوزينه مكتل ولا عاوزينه مية خالص، احنا عاوزينه زي الكريمة كده، هو يعني مايل اكتر ان هو يكون سايح، فاهمني؟ بس شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ زي الكريمة كده. بجد بيودي البطاطا في حتة تانية خالص، يعني اللي مجربش الطريقة دي، مع ان في ناس كتير عارفاها، بس الطريقة دي بجد بتخلي البطاطا كده كأنك بتاكلي حاجة فخمة كده، فاهماني؟ مش مجرد بطاطا وخلاص. الولاد قالوا لي سيب لنا بطاطا كده مشوية في الفرن، والله سبتها لحد النهارده موجودة، يعني محدش اكلها. لكن دي لا، بتحسي ان هي حاجة حلوة كده، بتبقى جميلة، بتبقى جميلة بجد يعني. بس انتي ما تكتريش منها طبعا. انتي دوقي بس، يعني لانها بتتخن يعني بطاطا وبشاميل وسمنة ودقيق، لا كده الوصفة دي جميلة للي عاوز ايه يتخن. لكن انت لو هتاكلي لا يعني ما تكتروش بقى، يعني دوقوا كده. انا دايما والله الحاجات دي بدوق، بس انا مش اكيلة في الحاجات دي خالص خالص. يعني الاول كنت ممكن ببقى خايفة ان انا اتخن او كده، ولكن دلوقتي لا، فعلا بقى من جوايا بقيت استكفى ان انا ادوق مجرد دواء كده بس، فاهمين؟ اخد معلقتين كده خلاص كده انا اكلت. بس هنا بقى دهنت الصينية دهنة خفيفة خالص زيت، وعشان البطاطا مش تشبك فيها، وحطيت البطاطا وسويتها، وابتدي افرد عليها طبقة البشاميل. لو عندك قشطة حطي معلقتين قشطة في البشاميل بتاعها، ده بيبقى روعة. انا كان عندي صراحة، ولكن كانت متجمدة خالص في الفريزر، يعني كانت هتاخد وقت بقى والجو ساقع مع بال ما تفك، وهم عاوزين ياكلوا حاجة حلوة، وكان بالليل عشان الوقت بقى ما يتأخرش، قلت لا خلاص هعملها كده. عشان كده انا حطيت لا كله لبن، فاهمين؟ انا لو كنت مطلعه قشطة كنت ممكن حطيت نص لبن